ووصلنا في المرة اللي فاتت وين رجع محمد لقصر السلطان. أهبط في الجنينة وقعد يحوس على الشجرة اللي لقى فيها زوج طيور في الليلة اللي فاتت. قعد يدور ويحوس حتى لقاها. قعد تحتها وجبد هذاك الكتاب وبدا يقرأ، وما طولش وسمع اللطخات اللي سمعهم من قبل. قالوا له الطيور: وش بيك رجعت؟ ماكش خايف من سيف السلطان بعد ما عطاك نهار في يدك باش تخرج من البلاد؟ استغرب محمد كيفاش هذا الزوج طيور يعرفوا الكلام اللي دار في قاعة الحكم تاع السلطان. قال لهم: وانتوما كيفاش عرفتوا اللي صار بيني وبين السلطان؟ اما لا اكيد راكم تعرفوا سبب التغيير اللي صار لسلطانكم. مرتين يكون راضي وفرحان بيا، وفي لحظة يغيب ويرجع حبت آخر. قالت له الأنثى: انت صغير وولد خير ورباية قصور، بركة عليك من العناد. خصمك كبير أكبر منك في الدهاء والمقدرة، سلاحه ما يملكوا حتى حد في الأرض، وما يقدروا يوقفوا قدامه لا ملوك الإنس ولا ملوك الجان. فك عليك ومنع براسك. قال لها: بركة ما تنصحي فيا برجوع، نصحوني قبلك. أنا اللي جيت على جالو، يا إما نروح به ولا نموت كما ماتوا خاوتي وآلاف الفرسان الآخرين. تنهدت الأنثى وهمست للذكر اللي ساكت بجنبها وقالت له: قلت لك باللي هذا الولد ماهوش راح يرجع، ودرك يلزمنا نعاونوه. مشكلته هي نفسها مشكلتنا، وعدوه هو عدونا، وسكاتنا الزايد ماهوش راح يرد البلا. انطق ذكر الطيور بعد سكات طويل وقال له: يا وليدي، كيما قلت لك المرة الأولى عدونا خطير، ما يقدر يشق بحر وعوام. بصح كيما انت مضحي بروحك أنا نقول لك: راهو سلطان هاد البلاد ما بيدو حيلة، هو كيما اللعبة في يد غيره، وين يحطوه يتحط. وهذيك المسكينة بنته ما في جسمها ولا قلبها حاجة تتصرف فيها. الكلمات اللي نطقت بهم قدامك اليوم الصباح قاعدة لذوك تخلص فيهم، كيما خلصت قبلهم الكلام اللي قالته لك في النهار اللي قبله. وطلب الطير من محمد باش يمد يده ويحل كفه، وقال له: شوف في كفك، ضك تشوف العجب من اللي قاعدة تقاسي فيه الأميرة المسكينة. خزر محمد الكفو يشوف في طفلة راقدة على ظهرها، فوقها حاجة كيما القصعة الكبيرة، وتحتها نار تشعل والدخان يطاير، وهذيك المسكينة مربوطة تتلوى من الوجع من حرارة النار، والعرق يصب عليها وهي تصيح وتستنجد ولا من يغيظها. وبجنبها واقفة مرة كيما الغولة، شعرها مشعشع وعينيها حمر كيما الجمر. الأميرة تصيح وهي تقول لها: الفم المسكر ما تدخلوا ذبانة، والرجل الخفيفة تستاهل الجبانة. ما قدرش محمد يكمل يتفرج على هذاك المنظر المرعب اللي شافه مصور في كفه. اتلفت للطير وقال له: صار هذا اللي صاير في بنت السلطان؟ جاوبه الطير: يا وليدي ما عندك ما شفت، هذا ما عنده حتى قيمة قدام اللي قاعد يصرى للسلطان، وما يعرف عليه حتى حد في هذا الدنيا. السلطان وبنته وبلاده كل لعبة في يدين هذيك المرة اللي كنت تشوف فيها هي وباباها. قال له محمد: ساعات يظهر السلطان قوي وعاقل وصاحب راي ودبارة، كيفاش تتحكم فيه مرة وباباها مهما تكون قوتهم؟ قال له الطير: هاد المرأة اللي شفتها تملك جزء كبير من أختام وأحكام السحر اللي في الدنيا كل، وباباها يملك الباقي. ما كانش شكون يقدر يوقف قدامهم. صح السلطان يظهر ساعات متحكم بعقله، بصح راهو ما يدومش على حاله مدة طويلة، ثم يرجع تحت سيطرتهم. قال له محمد: وشكون هاد المرأة وباباها؟ واش موصلهم لهاد البلاد؟ قال له الطير: قصتهم طويلة وغريبة وما يعرف أسرارها حتى بصح اللي نعرفوه أنه أب المرأة الشريرة اللي كنت تشوف فيها في كفك راجل له من الإنس وله من الجان، راجل من دخان يملك دهاء الإنس وقوة الجان، يخدم عنده 2000 سلطان من سلاطين الجان، ومعاهم ما يتبعهم من جيوش وقوة، ويخدموا عند بنته 1000 سلطان من ملوك الجان، وكل سلطان من هذوك السلاطين يخالف لهم أمر يحارقوه في غمضة عين. كي سمع محمد حديث الطير وكلامه عن الراجل اللي من دخان، اتفكر كلام عمته وفهم كل شيء.
سرح بفكره وقعد يخمم. قص عليها الطير وقال له: أنا حكيت لك على قوة عدونا باش تندم وتهرب وتنقذ شبابك، ونزيد نقول لك يا وليدي باللي المرا وباباها هما اللي مبكشين بنت السلطان وحاكمين عليها إذا تنطق بحرف تلقى من العذاب اللي ما يقدرش عليه الحديد. وها كنت تشوف بعينيك هذيك المسكينة واش تقاسي. اهرب يا وليدي براسك. اتلفت محمد للطير وقال له: أنا درك زدت شديت في كلامي أكثر من قبل، وما عادش راح نتحرك من هنا، يا نموت يا نخلص بنت السلطان وباباها والبلاد وكل ملوك الجان من شر هذا الشيطان الرجيم وبنته. نحبك تعاوني وتقول لي كيفاش نلقى لهم نقطة ضعف. ضحك الطير وقال: انت يظهر لي ماكش عارف قيمة عدوك يا وليدي، اللي كيفو ما عندوش نقطة ضعف وما تلقى منين تشدهم. بصح أنا راح ندلك على أختي، هي تعرفهم أكثر مني، تخدم عندهم هادو سنين طويلة، وهي الوحيدة اللي كسبت ثقة بنت السحار. قال له محمد: دلني عليها قبل طلوع الصباح وقول لي كيفاش نقدر نلقاها ونشوفها. قال له الطير: سهلة، انت عندك هاد الكتاب وبيه بكل سهولة تقدر تشوف أختي وتكلمها. نظرك قبل ما يطلع الفجر، روح أقصد أسوار البلاد، تلقى البرة من الأسوار خربة طايحة، العقارب فيها أكثر من الحجر. فوت وما تخافش، امشي حتى تلقى عش تعب وما تعوق، اقعد مقابل العش وحل كتابك وابدأ تقرا فيه. ذوك تخرج لك أختي كل مرة في شكل، مرة طير ومرة دابة. انت ما تكلمهاش وما تبطلش القراية حتى تولي طفلة جميلة. وقتها كلمها وسقسيها على واش حبيت، وقول لها باللي انا ومرتي بعثناك ليها، وهي اذا ولت في صورة مرأة وقتها تكون تخلصت من السحر والمراقبة تاع بنت السحار. شكر محمد الطير وحط له كتاب تحت حوايجه ولبس سلسلته في ركبته ونكز من سور القصر. خرج وبدأ يجري، شق البلاد كلها وخرج من أسوارها وقعد يحوس على الخربة حتى لقاها. وكيما قال له الطير، لقى العقارب فوق الأرض مكدسين فوق بعضاهم كلا حجر. غمض عينيه وعفس على العقارب ودخل للخربة وبدأ يحوس على عش البومة حتى لقاه. جا وقابله وقعد فوق العقارب وحل ذاك الكتاب السحري وبدأ يقرأ في صفحاته الأولين. هو يقرأ وخرجت له حمامة ريشها من الذهب والفضة، بدات تطير وتدور بيه وقالت له: اتكلم يا إنسي، قول واش حاجتك. ومحمد كمل يقرأ وما تلفتلهاش، وقعدت هذيك الحمامة تكلم فيه، ومرة تطير وتقرب منه ومرة تطير وتبعد عليه. وبعدها رجعت دخلت العش البومة وعاودت خرجت منه في شكل نمرة شعرها ذهب وفضة ووجهها وجه مرة، الشعر يتكركر في الأرض وعينيها تنطق الحجر. قالت لمحمد: اتكلم درك يا إنسي وقول واش حاجتك ولا ندقدق لك عظامك. وهو لا كلمة ولا تلفيته، ودار معاها ما دار مع الحمامة. وهذيك النمرة مرة تقرب ومرة تبعد حتى يأست منه. هزت روحها ودخلت العش البومة وعاودت خرجت له في شكل غزالة، نفس الغزالة اللي كانت السبب في هبوطه لهاد البلاد واللي هدات له الكتاب وحكات له قصة الخاوة الثلاثة مع عروسة اللوح. كي شافها محمد قريب انطق، بصح تفكر النصيحة تاع الطير وكمل يقرأ في الكتاب. عاودت الغزالة دخلت العش البومة وقعدت كل مرة تخرج له في شكل حيوان حتى في الأخر خرجت له في شكل عروسة لابسة حولي من الفضة وعلى راسها تاج من الذهب والياقوت، زينها يبهر الأبصار ويسحر العقول. قربت من محمد وقالت له: عالسلامة يا محمد يا ولد السلطان، يا زينة الرجال وطايع الوالدين، قول لي وش حاجتك وعليك مني لامان. اطمن لها محمد بعد ما عطاته لامان وقال لها: لامان عندك محفوظ، ماهيش هذه أول مرة تحفظي فيها عهدك وتوفي بوعدك. بفضل حكايتك وهديتك أنا ما زلت ضرك عايش، والمرة هذه بعثني لك خوك ومرته باش نقولك على حاجتي. خزرت له وقالت له: حاجتك صعيبة يا محمد ولد السلطان، وغيظك كبير، وهذا الغيظ يا إما راح يقتلك أنت ولا يقتل عدوك.
قولي وش حاجتك؟ حكى لها محمد على قصته من أولها وقال لها البقية انتي تعرفيها. سكتت هذيك الجنية وبعدها قالت له أنا ما نسواش نمالة قدام السحار وبنته، نخدم ليل ونهار وأنا مراقبة، ما نغيبش لحظة على عينيهم. أنا اللي مكلفة باش نجيب لهم الأبرياء من البلاد ومن خارج البلاد، يلبسوني الوجه اللي يحبوه ويرميوني في طريق كل بشر يتقطع راسه على يدين السلطان. انت وخاوتك وآلاف كيفكم جبتكم أنا للموت من غير ما نشعر بروح. وذرك لو كان انت تكلمت قبل ما نخرج لك في هذا الشكل راني حرقتك بالنار وخليتك رماد، على خاطر وقتها أنا تحت تأثير السحر والرصد، وما نرجع لشكلي الحقيقي غير بعد ما نفوت بكل الوجوه اللي سحروني بيها. ومانيش راح نطول، راني بعد مدة نرجع كيما كنت، ولا تسلم لا انت ولا غيرك من شري. وقبل ما نحكي لك ونقول لك على أي حاجة نزيد ننبهك للخطر اللي يستنى فيك، راهو موتك انت وموتنا احنا ثاني معك لو كان تضعف ولا تخاف ولا تنسى أي حاجة نقول لك عليها. منظرك يلزم يكون قلبك قاسي. قال لها اتهناي، المهم قولي لي على نقطة ضعف هذا السحار وبنته وانا نوري لك واش نقدر ندير. قالت له قولي في الأول انت مستعد تقتل عبد بريء؟ خمم وبعدها قال لها إذا كان هذا باش يخلص آلاف الأبرياء نقتل واحد على خاطر ألف. قالت له اما لا حل ودنيك مليح واسمعني، ذك راح نعطيك كسوة وعمامة ملطخين بالدم تلبسهم وتقعد في باب الخربة. مع طلوع الفجر يدخل راجل لابس كسوة كيما كسوتك ومعاه 3 كلاب كأنهم الصيودة. رد بالك يشوفك هو ولا الكلاب وتهنى، ريحتك ما همش راح يشموها، على خاطر ريحة حوايجك راح تولي كيما ريحة حارس الكلاب. اقعد متخبي حتى يحل هو الكلاب رباطهم ويجي في شوكة من شوك الخربة ويقعد. وقتها دبر راسك، اتصرف وتخلص منه، وقتله وردم الجثة تاعه في حفرة غارقة باش ما يشموهاش الكلاب، واقعد في بقعته ذوك تشوف العجايب والغرايب. بصح رد بالك تستغرب ولا تتدخل في حاجة ما تهمكش، وقبل المغرب صفر للكلاب يجيوك، اربطهم بسلاسلهم وخليهم هما يكركروك للبلاصة اللي تلقاني نستنى فيك فيها. غابت الجنية مدة ورجعت المحمد بكسوة ملطخة بالدم اليابس ريحتها تمرض حاشاكم. البسها وهو قريب يرد من ريحتها ونتونتها، بصح ما يلزك على المر غير اللي أمر منه. اعفس على قلبه وتحمل الروايح وزاد كمل حط العمامة الملطخة فوق راسه وخرج، وقف قدام باب الخربة مقابل طريق المدينة. ومع طلوع الفجر يسمع في مبيح كأنه عواء تاع ذيوبة، وحس سلاسل تتحرك وصوت خطاوي كأنهم خطاوي فيولة. وقبل ما يقرب الحس اختار محمد بقعة قريبة من باب الخربة وتخبى فيها. هو على هذا الحال ويشوف في 3 كلاب كوحل كي سواد الليل كأنهم الصيودة هايجين، لساناتهم ممدودة وريقهم سايل في الأرض، عينيهم تطاير بالشر ونيابهم كأنها سيوفة لو كانت عض الحديد ترحيه. قعد محمد يخزر لهذاك المنظر المرعب اللي يشوف فيه ويستعوذ من الشيطان. وقف حارس الكلاب حل سلاسل الكلاب والثلاثة اللي تطلقوا كأنهم رصاصات يجري ويدوروا في الخربة. وهم على هذا الحال جو 3 طيور كبار بزاف، كل طير في فمه عبد. هبطوا هذوك الطيور وغير قربوا الأرض طيشوهم من مناقرهم وعاودوا طاروا. وقبل ما توصل الجثث الأرض كل كلب خطف جثة وبدا يمخر فيها وياكل والدم يطاير في كل جهة. الكلاب ياكلوا والحارس بتاعهم قاعد في شوكة يخزر وكأنه غايب عن الوجود. خرج محمد من الدهشة تاعه وتفكر الكلام اللي قالته له الجنية، خرج من بلاصتو اللي متخبي فيها وبدا يقرب من الحارس اللي مطبس راسه، يمشي على أطراف صباعه حتى وصل لظهر الحارس وهو غافل. جبد محمد خنجره من حزامه وهبط عليه قتله وحفر له حفرة كبيرة ودفنوا فيها، وشد بلاصته وقعد يخزر للكلاب وهما يلحسوا في آثار الدم بعد ما كملوا مشمشوا العظام تاع الجثث.
وبعدها كثر نبيحهم وهاجوا ينبحوا ويخسروا للسما. تلفت محمد يشوف في ثلاثة طيور كيما الأولين، في منقار كل واحد جثة تاع إنسان، وكيما داروا المرة الأولى قربوا من الأرض وطيشوهم ولقفوهم الكلاب وبداو ينهشوا فيهم وياكلوا، ومحمد يتفرج وقلبه يتقطع من فظاعة اللي يشوف فيه. فات النهار الكل والطيور يجيبوا الجثث والكلاب ياكلوا حتى بدات الشمس تغيب. شبعوا الكلاب ونقصت الحركة وبداو يحفروا في حفر برجليهم ودفنوا باقي العظام وما خلاو حتى عظم ظهر فوق الأرض. وكي غاب آخر خيط من الشمس صفر محمد للكلاب، جاوه يتجاراو طايعينه كأنهم قطوط. حط لهم السلاسل في كرايمهم وخرجوا من الخربة يكركروا فيه وراهم، هما يمشيوا من قدام وهو يتبع من اللور حتى دخلوا بيه للمدينة وقصدوا قصر السلطان. دخلوا من باب الجنينة والحراس يشوفوا فيهم ويوسعوا لهم في الطريق. محمد شاد السلاسل ويتبع في الكلاب حتى وصلوا بيه البقعة في جنينة القصر ما توصل لهاش الشمس. بداو هذوك الكلاب يدخلوا بين الشجر حتى وصلوا لتراب منبوش، قعدوا يمشيوا فيه ويحفروا في الأرض حتى حلوا نفق طويل يوصل الباب حديد مصفح بالنحاس. نبحوا قدام الباب تحللهم، وقبل ما يدخلوا رجعوا التراب اللي حفروه وفاتوا من باب الحديد ووصلوا لصور مشوك المكدس. أحداث مشوقة تستنى فيكم باش تعرفوها. استناوني في الحلقة الجاية، وانا مبقى لي غير نقولكم تهلاو في رواحكم وهما راحوا تيستيز واحنا بقينا ناكلوا فرفيس.